نحن بظل القرار يلي طلع تبع إزالة البسطات، نحن شفنا في كتير عالم طلعت احتجت، يعني ما في شخص ما اشترى كتاب من عند عمه أبو طلال تحت جسر الرئيق. هلا هو منيح، يعني قرار كثير معنا مع القرار لانه زحمه وسيارات، بس في مشكله انه لازم يكون في بديل للناس. هلا اوقات هذا الشيء لازم تكون الحكومه هي اللي مسؤوله عن هذا الشيء، بالاخص وزيره الشؤون الاجتماعيه. يعني اليوم مثل ما عم تقولي انه يعملوا سوق للبسطات، هو فكره كثير ممتازه، بس انا اكيد ما يعني مو كل البسطات رح تنحط بسوق. يعني اليوم انا اذا بجيب باكيت دخان بدي اروح على سوق وسطات. بالنسبه للكتب فهي يعني نحن الثقافه عندنا رقم واحد، شعب مثقف بشكل عام، فلازم نحن ما نحرمه هذا الشيء، فلازم يكون في بديل له. ان كان سوق للبسطات الكتب مثلا، هلا مثل الشام القديمه موجود كثير في بسطات كتب. هدول الاكشاك خلينا نسميهم، اذا توفرت بشكل افضل العالم كلها ضلت عم تشتغل، والمفروض انه الحكومه هي تساعد بهذا الشيء. احنا ما فينا نقيس مهنتنا كأي مهنة، مع احترامي الشديد لجميع أصحاب المهن. يعني مثلا الكتاب حتى موجود بالقانون السوري، هي المهنة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترخيص. أنا حق لي أمام القصر الجمهوري أبسط كتب يعني. أما احنا إذا جينا على مسألة ثانية، مثلا البسطات العشوائية، كثير من الناس يعني يأخذ حجم خيالي أو يعني يسد الطريق. احنا لسنا مثلا بصدد المنع، أما يعني التنظيم من قبل الدولة أو نفس الأشخاص اللي يزاولون هذه المهن.